السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو لنستمر بالمزيد. أخوكم منتظر عوضة. يابا تعال ايش اقول لك. خير يا ولد، ايش بدك؟ تعال ايش اكلمك موضوع مهم. يلا ها يا ولد انت مدبر. هيا اخي لا تندع على الفذرة. للحين ايش بدك؟ جيس انا يا خبرني ايش بدك؟ يابا انا كبرت اتزوج ودي حبة من القرية. يا ولدي من ذي بدك؟ انت الحاج جاسم. خلاص يا ولدي ذا الحمد لله، يلا تعال عاوني. ادري قاسم يا ولدي عرضي او ماشي؟ لا عارف يا بهين توكلنا على الله. يا حاج قاسم. أيوة ادخل. العائلة ما بحدهم. ارحبوا. أهلا وسهلا بالرجال. هيا تفضلوا، خير إن شاء الله. ما بدكم؟ زاد فضلك يا قاسم، احنا معنا موضوع نشتي نكلمك يا قاسم. خير إن شاء الله، بس أبوكم ما تشاهي. تسلم، احنا نشتي ندخل الموضوع بسرعة. توفيت المراه بيت أبوها. هيا مرابط. هيا خير إن شاء الله فوق عيني وفوق راسي. ادخلوا بالموضوع. والله جينا طالبين يد بنتك الولد المصفوف. ما تونا المصروف. والله يا حاج حمود، قد أنت داري البنت والله العظيم عادي صغيرة، وقد أنتوا عارفين البنت قدي كبير يا قاسم. خلاص مره بس الحين أشتي الشرط قاطع مكتوب. كم؟ 9 مليون بالقليل. ولدي نانسي أجرم هذا. هيا ولدي. بنتي أحسن من نانسي عجرم. يابا ريع وعنكس بالحين. لا أبدا والله ما نقص ريال. وبعدها خلاص أنا لو تدوا 20 مليون ما أقبل. بنتي أحسن حبة بالقرية. أنا قلت لك يا ولدي ما عقبل. أنا كنت على أدي لك أحسن واحد بالقرية. لا يجي واحد غيري ما استجاب، لا يجي واحد غيري لا يجي 5 مليون لا يقبل. هذا الطمح وبنته بيبيع بنته نفس التجارة. قم يا ولدي. الذهب على بنتي 200,000. ما هذا عادم رجال آخر الزمن. بالذهب بنتي 200,000 ريحوا لكم اندلعوا. السلام عليكم يا حاج حمود. وعليكم السلام، كيف أنت؟ طيب. أيوة يا ابني، أنا عينتك باليوتيوب. أكيد أنا معي قناة باليوتيوب يا حاج حمود. معك متابعين من القرية حقنا. والله أنتم ما تدعموش. ليش؟ والله يعني إحنا لابن معانا واحد مبدع ما تدعموه. إلا صدق. وبعدها بواحد بالكويت اسمه أبو فله، دي دعموها الناس كلهم، دعمها دولتهم. ما إحنا أصحابها نقول 2000 ولا 1000 مشترك ما وصلونا. قد معك متابعين. أقعد لا 200. وإيش الفيديوهات الذي ترسلوها لهم؟ على الأوضاع ذي عندنا ذي بالبلاد. الحين أنا اشتي أعمل لك فكرة. أي شيء. على الذي ذي بقلوبهم طمع. ما فهمت طبعا بيش. على الذي دي يرفعوا المهور والشروط لا صدقت، لكن شكلا قد وقع عليك موضوع هكذا. أي شو؟ والله صدقت. طلعت لعند الحاج قاسم مخطوب بنت الولدي، قال اشتي 90 مليون. والله إنه صدق. هذا مثل ذي هم ذي بيعوا بناتهم تاع التجارة. لا تنسى ما ترسل على هذا الموضوع وأنا أعمل لك اشتراك. إن شاء الله فوق راسي، أهم شيء نشتي منكم الدعم. ولا يهمك، لكن هذا ديهم بيشاهدونا نرجع منهم يعملوا لنا اشتراك. يلا مع السلامة. الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يرسلنا هذا الموضوع للطمع الذي في قلوبهم طمع، لأنه ناس كثير يعانوا من هذا الأشياء الذي يغني المهور كثير والله. ولا تنسوا قد وصلتنا ل 100 وصلونا ل 1000 مشترك. وطبعا استنونا بمسلسل جديد
مش مسلسل يعني حقنا الحلقات. تحياتي. وبالأخير لا تنسوا أن تدعمونا بالقنوات التالية: الواتساب والتيليجرام، كلهن منتظر عوضة.